بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. من خلال سفرياتي خارج الوطن، خارج بلدي، ومن خلال حواراتي مع العرب أو الأجانب، لمحت شيء غريب، شيء لا حاجة تجذب الانتباه، وهي مسألة الاحتقار والسخرية من المصريين. للأسف الاحتقار والسخرية من المصريين. العرب يحتقروا مصر للأسف، الأجانب يسخروا من مصر للأسف. للأسف الشعب المصري. شوف ده ليه وده ليه. العرب عندما تذكر مصر لا يذكرون نجيب محفوظ، بل يذكرون فيفي عبده. لا يذكرون أحمد زويل، بل يذكرون سهير زكي. عندما تذكر مصر في العالم العربي، الإنسان العربي يتذكر الفن الهابط، يتذكر الرقص الشرقي هز البطن بطريقة مثيرة تثير الاشمئزاز، يتذكر الدعارة، يتذكر بنات الليل. والسائح العربي اللي احنا نظن انه يأتي مصر كي يستمتع بالهواء النقي والنيل وكذا، ده كله مغالطة، ده كله كلام فارغ، كلام غلط. 95% من السياح العرب وبالذات الناس بتوع الخليج، الأمراء في الخليج يأتوا مصر النوم مع السقطات، مارس الجنس مع السقطات، مع قتل الخمر. هذا هو ما لمسته في الناس العرب. زي ما قلت، تذكر مصر ما يذكروش حليم محفوظ، يذكروا فيفي عبده. ما يذكروش أحمد زويل، يذكروا سهير زكي، يذكروا كذا. يعني مصر بالفن الهابط هذا، وده في عيب في اللسان المصري. أحفاد الفراعنة هيعقل أن أحفاد الفراعنة ومصر الكنانة في مرحلة السبعينات، في حقبة السبعينات من القرن الماضي، بس مسرحية مثلا زي عيال كبرت، تسخر من الأب، تسخر من الأم، مدرسة مشاغبين، تسخر من المدرس، ونهارة الأخلاق، ونهارة نظم التعليم، نهارة العلاقة بالأب في العلاقات الأسرية، على مسبح شباك التذاكر الذي يراهن عليه المنتجون في مصر، ويراهنون على أخلاق الناس، ويبيعون لهم الأونطة كما يقال بدم بارد. الأخلاق بتقتل بدم بارد. نيجي للأجانب، العالم الغربي، ألمانيا، إنجلترا، كذا كذا، أمريكا، إيطاليا، برضه من خلال معاشرتي اليوم أو كلامي معاهم، إن العرب الاحتقار الآن بيحتقروا المصريين للأسف. العالم الغربي بيسخر، لكن ما بيحتقرش، لكن بيسخر، في داخله نوع من الرثاء، أو يعني الرثاء، وهو مشفق، الإشفاق على مصر، الإشفاق على الشعب المصري، إشفاق ورثاء إلى هذا العالم الغربي. إزاي؟ في ثلاث حاجات بحصر هذا الإشفاق والرثاء في 3 حاجات التي يعتبرها العالم سبب إن العالم الغربي بيشفق على مصر، المصريين. أول شيء النيل، اللي طبعا من خلال معاشرتي أيضا للسياح الأجانب أو الناس الأجانب اللي صادقتهم، بيقول لك النيل أنتوا عايزين على 4% من مساحة مصر. يعني طبعا ده راجع لأسباب كتيرة. تاني حاجة، في ساعة مهرجان القاهرة السينمائي اللي كان بيجي في مهرجان القاهرة ومهرجان كذا وكذا، كنا بنلاقي الشباب بيتهافت على شباك التذاكر، في قتال، الناس بيسعوا على أفلام في السوق السوداء. كل ده علشان إن هذه الأفلام تعرض الأفلام بدون رقابة، والطائرة الأجانب بيبصوا في هذا المنظر ويصوروه كأنه نكتة وحاجة تدعو للسخرية.
يعني حاجة يعني تثير الدهشة وتثير يعني هل أحفاد الفراعنة يعني مش عارف يعني أحفاد الفراعنة أعظم حضارة يقعوا في هذا المأزق الأخلاقي والتدني الفظيع في مستوى الأخلاق والألفاظ والمهاترات. ليه المصري محتقر؟ ليه المصري ليه سخرية؟ يعني نشوف بقى أسباب هذه تراكم الأحداث الذي أدى إلى تراكم الأحداث اللي أدى إلى هذه الأخلاقيات والتدني الذي هو فيه الشعب المصري. أنا كل ده باخاف على بلدي، أنا ما باقولش الكلام ده للهدم، أنا باقول نظرة نقدية كي الناس يتعظوا ولازم يحسنوا بلدهم وإلا ستكون الكارثة والنهاية. يعني نشوف مسألة الديون. كل شوية رئيس النظام سواء رئيس النظام هذا أو اللي قبله أو اللي قبله أو اللي قبله يروحوا دول الخليج يتسولوا. إحنا 100 مليون عندنا أزمة اقتصادية، هذه الأزمة في الصين الهند ما عندهمش أزمة اقتصادية فوق ال1000 مليون. إحنا بمجرد ما وصلنا إلى التعداد إلى 100 مليون يقول لك انفجار سكاني والتنمية كل الزيادة السكانية تلتهي بالتنمية. فتكون مسألة إن إحنا إن رئيس النظام أو النظام هذا أو مبارك أو كذا وكذا يروحوا الخليج يتسولوا من حكام الخليج لكي يحلوا مشكلة طارئة بس في أزمة اقتصادية كده وتتجدد الأزمة تاني تلجأوا الرؤساء التاني يروحوا الخليج تاني يشحتوا. يعني العملية بقت تسول وكرامة الإنسان المصري بقت في الحضيض. وزي ما العرب للأسف بينظروا المصري بالاحتقار، الأجانب بينظروا بنظرة شفقة وسخرية. يعني وده برجع مسألتين يعني التدني اللي في الإنسان المصري والإنسان المصري حتى الإنسان المصري للأسف لما يعني شوف فيلم عسل أسود اللي أنا بعتبره فيلم يعني يعتبر نسبة حلوة في الصيف يعني زي يقول لك نسبة برد في الصيف أو لمحة دفء في الشتاء. وسط هذا الطوفان الطاغي من الأفلام الهابطة نشوف فيلم عسل أسود اللي بيتكلم عن مسألة إن المصري بيحتقر المصري. عندما بطل الفيلم الذي أحييه كان مواطن عايش في أمريكا قاعد 20 سنة في أمريكا جه مصر معاه جوازين سفر جواز سفر أمريكي وجواز سفر مصري. ضاع منه جواز السفر المصري وظل جواز السفر الأمريكي ضاع منه جواز السفر الأمريكي وظل معه جواز السفر المصري. حصل لها مشكلات لا حصر لها. عقدة الخواجة في المطار احتقروه كل حتة يروح يركن على جنب ابعد هو مستعجب كل حتة يقول أنا مصري بقى كأنه يفخر إنه مصري لكن للأسف كل يفخر إنه مصري يقابل بمزيد من الاحتقار وهذا هو عيب في الشخصية المصرية بسبب حاجتين. هذه الحاجتين هقولهم بعدين. يعني نشوف بقى وزي ما شفنا الفساد ده شيء زي السوسة اللي بتدخل في السنان. هنشوف أفلام الريحاني جايب الريحاني في فيلم اسمه مسيو عمر وفيلم اسمه أبو حلموس. فيلم مسيو عمر ازاي ان هو كان كاتب في دايره فيها دايره راجل المليونير عنده عزب وبتاع. فالمليونير ده كان مسافر فلاحظ في نجيب الريحاني في فيلم مسيو عمر ان الناس القائمين على المزرعه العزبه اللي هو كان يمتلكها هذا المليونير المسافر بيخنصروا في بيعملوا تلاعبات في الحسابات وبيخنصروا في الإيراد واخدين حق عائلة هذا الرجل المليونير الذي سافر إلى الخارج ولم يعد. ولاحظ غريب الرحالي الكاتب البسيط في هذه الدائرة هذا الفساد فذهب إلى المسؤول عن هذه الدائرة اللي هو أصلا متواطئ مع عم هذا المليونير الفاسد الذي كان يأكل
حق عائلة هذا المليونير، فإذا به يفاجئ بأنه عشان قال الحق فصلوه. ده شيء عن الفساد، وهذا يحدث كثيرا للأسف إلى الآن. نقول بقى بنحارب الفساد مش حارب الفساد، الفساد شيء متوطن ومستوطن في عقلية الإنسان المصري، هذا للأسف حاجة فيه. يعني لو ربنا عاقبنا في الفقر، لو عاقبنا بالنظم الاستبدادية، لأننا لا نبغي اللقمة الحلال ولا نستسهل اللقمة الحرام، ضاربين عند الحائط بمبادئ الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في الكتاب الكريم، كتاب القرآن الكريم. يعني ونشوف الحاجتين اللي قلت لكم عليهم وانهم بيسببوا مسألة النساء المصري الرجال بيسخروا منه ويرسون لحاله ويشفقون عليه. العرب للأسف بيحتقروه. هنشوف السببين اللي أدوا إلى هذه الهاوية التي سقط فيها الشعب المصري. ونحن لا نبغي من هذا الحديث إلا إن إحنا ننتقد، لأن النقد مهم، ومفقود في سياسة هذه الدولة نظام الحل مفقود سياسة النقد مفقودة، لا توجد أحزاب معارضة. الأحزاب المعارضة بتقوي المعارضة زي الجهاز المركزي للمحاسبات، المعارضة لو تنتقد ده يكون أفضل، لأن الحكومة والأغلبية عندما يأخذوا برأي المعارضة ويشوفوا العيوب إيه تعالج العيوب ويتحقق الرفاهية. نشوف بقى المسألتين اللي هم سافي الإنسان المصري للأسف وصل إلى هذه الهوية، السقوط إلى الهوية، لا الصعود إلى الهوية. أول حاجة الاستسلام للاستعمار، دي حاجة. الحاجة التانية الاستسلام لأي نظام ديكتاتوري. الاستسلام للاستعمار ده حاجة فضيحة. لو قارنا الشعب المصري ومقاومة الشعب المصري للاستعمار، حاجة يعني لا تذكر. الشعب الجزائري 1.5 مليون شهيد. الشعب الإيراني سقط منه 15,000 شهيد في يوم واحد في أثناء مقاومته لحكم الشاه، إلى أن انتصر الثورة في إيران وعاش الناس في حرية وبعيد عن حكم الشاه الظالم. وهذا في ليبيا والجزائر. يعني استسلام الاستعمار عمل شيء من نوع من استسهال عملية الظلم والبغي. الإنجليز كان عندهم حاجة اسمها البولس، بيشغلوا فيها المصريين كأنهم كلاب. وشوف الإنجليز إزاي استغلوا عملية قناة السويس اللي هم حفروها بأيدي المصريين بطريقة السخرة. مات في هذه الحفر آلاف المصريين، حفر القناة، وكانوا بيعملوا بالسخرة ولا يتخذون أجر. هذا كله بسبب الكلب. للأسف أنا مضطر أقول إن هذا الكلب اللي اسمه خليل توفيق خان وطنه واستعان بالاستعمار كي ينقذ رقبته وينقذ بغيه وفساده وتلاعبه. هذا الكلب اللي اسمه خليل توفيق استنجد من الاستعمار الإنجليزي كي تخضع على ثورة عرابي، واللي إنجلترا ما صدقت، لكنها مستنية في حاجة. يعني شوفي ده حاجة خيانة وحاجة تقلب في حاجة. يعني الإنسان المصري فعلا يعني مش عارف أحفاد الفراعنة يعني الواحد فعلا لما يشوف الأهرام، يشوف عاصمة الفراعنة، يشوف التحنيط ما حدش وصل لسر التحنيط إلى الآن. أسرار التحنيط لم تكشف إلى الآن. أسرار بناء الأهرام لم تكشف إلى الآن، لدرجة إن في ناس بيقولوا إن الجن ساعد في مسألة بناء الأهرام. يعني شوف مصر إزاي عايزين نشوف أحسن دولة. لكن عايز أقول حاجة، إن الغرب أيضا مسؤول عن هذا، لأنه كل ما يلاقي مصر تحاول ترفع راسها تيجي حاجة، يعملوا حاجة خايفين من مصر، لأن مصر لو رفعت راسها هتقضي على الجميع وهتكون هي الأمة الغالبة كما كان في عهد الفراعنة. إزاي؟
أثناء حكم محمد علي رحمه الله، الراجل صاحب النهضة العظيمة في مصر في القرن ال19، كان ملكوت مصر من الصين شرقًا إلى المغرب غربًا. أحست دول الاستعمار إن محمد علي خطر على اقتصادها، خطر على نفوذها، خطر على سياستها. ففي لك فأرسلوا إلى محمد علي، قالوا خيروه بين حاجتين. كان محمد علي في وقتها في ال80 من عمره، 80 من عمره. خيروه بين حاجتين، قالوا له يا إما تسيب ملكك اللي أنت عملته من الصين للمغرب وتكتفي بمصر والسودان بس في ملكك، يا إما نعزلك بالقوة. واضطر محمد علي إنه يوقع على هذه المعاهدة اللي هي معاهدة لندن سنة 1945، وبسببها مات مكلوما، مات محصورا على الملك اللي ضاع منه، وأولاده لم يكونوا على مستوى المسؤولية. وزال ملك مصر. العالم الغربي كل ما يلاقي مصر ترفع راسها يعملوا أي شيء ينالوا من مصر وينالوا مكانتها. يعني بشيء، يعني حاجة عايزة تفسير، حاجة عايزة الخبراء يحللوها والحاجات دي. يعني وزي ما قلت في أول حلقة إن للأسف في العرب احتقروا المصريين للأسف، والأجانب يشفقوا على المصريين. وشفنا إن أحفاد الفراعنة لما عملوا المشاغبين، ناس المشاغبين والعيال كبرت، دي قضت على الأخلاق. وتحولت الساحة الفنية إلى ساحة للخلاعة وساحة للمجهول والارتزاق عبر التلاعب بأخلاق الشباب، أخلاق الناس المكبوتة، كما حدث في مهرجان القاهرة السينمائي من كام سنة، لما كانت إن الأفلام تيجي من غير رقابة الكل يتكلم عليها. حاجة تدعو للسخرية فعلًا، وتدعو بالنسبة للمغارب، وتدعو للأسف للاحتقار بالنسبة للعرب. هذا لا نريد، ما نأباه، السخرية والإشفاق من العالم الأجنبي الغربي، والاحتقار للأسف من ديار العرب. هذا ما قررت أن أقوله في هذه الحلقة، وكل ما أقوله من خوفي على بلدي. ما حدش يقول لي أنا مزايد، أنا كذا كذا، أنا خايف على بلدي. وكمان الاستسلام للأنظمة البلاغية، يعني ده حاجة برضه يعني تلفت النظر. يعني دي حاجة في العالم العربي للأسف، إلا أمثلة قليلة. عكس الغرب، عكس ألمانيا، عكس إيطاليا، انتخابات عادلة نزيهة في البرلمان، وفي رئيس الوزراء، بانتخاب رئيس الوزراء ورئيس أمريكا في أمريكا، انتخابات نزيهة. نلاقي اللي بياخد 51%، اللي بيخسر 49%، يعني حاجة عادية عندهم. وزي ما قلت، الراجل اللي ظهر زمان في محلل سياسي في إذاعة الBBC الإنجليزية، قال إن ما يدعو للسخرية إن مصر تتصدر بالديمقراطية ورئيسها ينجح بنسبة 99%. ده كل ما ينجح الرئيس بنسبة 99%، العالم الغربي بيضحك. يعني شوف اللي هو مفيش حاجة اسمه معارضة. يعني فعلا في جدب في التعامل مع المعطيات. نظام الفرد، نظام الفرد كله يعني بيدافق. كل زي ما بيقولوا علشان ما نعلى لازم نطاسي. المنافقين تلامس السلطان اللي بيرتزقوا من قربهم من السلطة، هؤلاء هم الخاسرون. وأرجو أن تحسن الأوضاع في مصر، حتى لا ينظر منهم للأسف الناس العرب باحتقار، بينظروا لنا باحتقار، وللأسف الأجانب بينظروا بإشفاق وسخرية للشعب المصري. عايزين نجدد نظرتهم لينا، ولا نتلاعب بأقدار هذا الوطن، وما نلاقيش البائع اللي بيبيع الحاجات الأثرية للسياح ينصب عليه ويبيع الحاجات بأكثر من سعرها. ده شيء عايزين نتحرر منه، النصب على السائح، وعايزين ثقافة التعامل مع السائح
حتى تكون السياحة هو مورد الرزق، وهذا هو وأعتقد أنه الأساس في تنمية هذا الوطن، هو الاهتمام بالثروة السمكية. دي حلول باقترحها. أنا إنسان غرضي الدوافع النبيلة، غرضي لمصلحة بلدي. أول حاجة نهتم بالثروة السمكية. المغرب جالت بالثروة السمكية 6 مليار كل سنة. نهتم بالتعليم الفني، لأن الصناعية أخلاقهم زبالة، عندهم طمع. نهتم بالتعليم الفني طبعًا بالثروة السمكية. نهتم بتعمير سينا، لكي تكون عمقًا استراتيجيًا لمصر في وجه الأعداء الذين ينصبون لنا الشباك، واستباحوا لنفسهم تدمير عقل الشعب المصري بتصدير المخدرات لكي يقضوا على الشباب المصري، وبالتالي يقطع الشعب المصري. هذه نهاية هذه الحلقة. وعلى هل بلغت؟ اللهم فاشهد. على هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكون هذه الحلقة نالت استحسانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاء سعيد.